بس عشان ضميري ما يأنبنيش هقسى شويه على عادل اخويا. مش عايزه يضيع فلوسه على الهباب اللي بياخده ده. حصل يا فتحي. ايه تمام؟ تمام، بس مخضوض شويه. معلش يا اخويا، ده اللي بيدوس على صرصار بيتاخد شويه، وبعدين دول 4 أرواح. يا بنت انا مخضوض لا يكونوا ما ماتوش. شوف الواد، وانا اللي بهون عليك. افتكرت محتاج حد يقويك، اتاريك مقوي نفسك بنفسك ومش محتاج حد. انا ما بعملش حاجه يا فدوى الا اذا كنت متاكد منها 200%. لو 190 ما بعملهاش. واللي انا عملته ده مقتنع بيه 1,000,000,000%. مش على اخر الزمن بتاع الدوكو هيجي يعلم عليا. كان لازم يعرف الله يرحمه انها طالما جت في الفلوس ببقى سعران. ها رأفت قال لك ايه؟ ماتوا خلاص يا ياسر، خلصنا وماتوا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هو احنا عملنا كده بجد؟ يعني رضوان دلوقتي ميت، هو ولبنى وسيف ومريم؟ يعني احنا قتلنا اخونا بجد؟ جرى يا عبد المحسن، انت هتقلب معدده ولا اتفاجئت؟ ما تنشب بقى يا عم محسن وبلاش شغل العيال ده، عشان المعيله في الحوار ده هتخرب الدنيا. انتوا ايه جمودية قلبكم ده؟ مستخسرين فيا الخضة والندم؟ اللي ماتوا دول مش ناس ما نعرفهاش، ماتوا في حادثة قريناها في الجورنال. ده اخونا ومراته وعياله، واحنا اللي قتلناهم. سيدي اتخضى براحتك بس ما تضيعناش والنبي. ها مش هضيعكم، مش هتهم بضيعكم، ما انا هضيع معاكم. بس الموضوع بقى بجد يا ياسر. الله ينور عليك، كويس بقى انك فهمت انه بجد. ياسر، رأفت معانا هنا صح؟ الا صح، ما رأفت واقف قدامنا اهو، ولا ايه يا عبده؟ ايوه رأفت واقف معانا، واقف معانا بجد. خلاص بقى خلاص بقى. السلام عليكم. عليكم السلام. مالكم متجمعين كده ليه؟ في ايه؟ عبد المحسن عنده مغص، بطنه وجعاه قوي. المغص هيموتنا يا شيماء. واكل ايه؟ واكل فول وطعمية. الوجع فين؟ في قوله. طيب اجيب لك دواء ولا اديك حقنه تريحك على طول؟ لا حقنة لا. اديله ليبراكس يا ياسر. حاضر. انا مش عارف اتلم على اعصابي. عربية نقل كبيرة خبطتهم طيارتهم وهربت. ايوه يا باشا، انا حابس المصلحه دي يا باشا، شفت بعناها وهي بتضربهم وهي بتكلها يا باشا، عربيه نقل زرقاء. رضوان حامد مصطفى ولبنى عبد الرحمن حسيب وطفل وطفله. بعد ما تخلص الرفرف تستعدل شفت الدوران على ابوها عشان الباكيته تركب. كباكا هات لي شاي. انا يا اسطى جلال. السلام عليكم. وعليكم السلام. في اي حد هنا من اهل رضوان حامد؟ خير يا باشا، كفاله الشر. طمنا يا دكتور، بالله عليك لا تطمنا. الطفله حالتها كويسه وديناها مهدئ عشان ترتاح شويه. الاب في العمليات دلوقتي يدعوا له. اما بالنسبه للام والطفل
توفاهم الله. اخويا في العمليات حالته عامله ازاي يا دكتور؟ هيعيش؟ الجرح جامد في بطنه ونزف كتير، ربنا يستر. يا رب يا رب.